بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في مدينتي هنصور لكم برضو حاجة سريعا. كتير بيشتكي منها الفترة دي، كله بيشتكي من تساقط المانجا. كله بيقول انا عندي المانجا بتسقط اهو. ادي المانجا اهي واقعة على الارض اهي. خلاص اهو. ادي اهو بنلم في المانجا اللي ساقطة اهي. لا مش كده يا باشا. اهو خلاص. طيب المانجا بتسقط كده ليه؟ ايه سبب التساقط ده؟ ايه اللي بيخلي اي محصول عموما خاصة المانجا يسقط بالطريقة دي؟ بصوا، التغيرات المناخية، حر برد برد حر، تخلي النبات يفرط العائد اللي عليه، يفرط الثمار. قلة المية تخلي النبات يفرط الثمار. يبقى التغيرات المناخية حر برد برد حر. رقم اتنين قلة المية. الإصابات الفطرية إن النبات يكون اتصاب بالبياض الدقيقي. يعني الشماريخ دي اتصابت بالبياض دي، وهوريها لكم دلوقتي مصدر الإصابة وشكل الإصابة عامل إزاي. خلاص. قلة التغذية برضو تخلي النبات يفرط اللي عليه. النبات ده أصبح دلوقتي حامل للثمار، يعني حصل في عقد وشايل. السيدة الحامل بتاكل قد الطاقة بتاعتها مرتين وثلاثة، لأن أصبحت حاملة بجنين. وكثيرا من محبي الزراعة المنزلية بيهملوا في تغذية النباتات، أو بيغذي بطريقة خطأ. إما إن هو بيهمل في التغذية، ما بيديش النبات الكائن الحي الجميل ده احتياجه من التغذية، او ان هو بيغذي بطريقه خطا، بيدي سلع رديئه او مغشوشه، او بيدي تغذيه غير متوازنه. النبات ده محتاج 16 عنصر غذائي، 6 منهم بياخدهم من الجو ملناش علاقه بيهم، منهم الكربون. خلاص. و10 عناصر لابد ياخدهم مباشره عشان يكمل دوره حياته ويشيل ثماره يبقى زي الفل. يبقى قلنا التغيرات المناخيه، حر برد برد حر، يخلي الثمار تسقط بالطريقه دي. قله الميه تخلي الثمار تسقط. النبات ليه مقنن مائي يومي؟ يعني ايه مقنن مائي يومي؟ زي ما انت كبني ادم بنقول انك ليك 3 لتر ميه تشربهم كل يوم، مش كده برضو ولا ايه؟ النبات برضو بيبقى ليه مقنن مائي يومي في الربيع، خلاف الخريف، خلاف الشتاء، خلاف الصيف. وده ما بيحصلش عند الكل. طيب النبات المريض برضو يساقط الثمار. لما يكون عندي نبات مصاب بامراض فطريه او حشريه، مفيش حد مصاب او صاحب مرض بيشيل ثمار. يعني هل انت شفت كائن حي بشري زي حالاتنا كده ومريض وصحته كويسه؟ او سيده، ربنا عافينا وعافي الجميع، سيده مريضه وتشيل طفل؟ ما ينفعش. يبقى المريض ما يشيلش ثمار. خلاص. هوريكم دلوقتي اصابه بياض دي سابقه دمرت الشجره دي، فطبيعي تبقى مصدر اهو. خلاص. دي اصابه بياض دي قديمه اهي. طيب تعالى هنا هنوريكم تاني اهو، برضو اصابه بياض دي اهي. دي كل ده إصابة بياض دي سابقة أهي. إصابة البياض دي بتبقى زي بودرة، زي الدقيق كده، بودرة على إيه؟ أطراف الشماريخ الزهرية. مش بس كده، ده كمان شجرة كانت مصابة بالحشرات القشرية والبق الدقيقي، وعملت إصابة كمان عفن هبابي الأسود ده عفن هبابي. طب تعالوا الأخطر من كده، أدي العفن الهبابي فيه ده. الشجرة دي ملهاش أي جورح حوالين منها. احنا بنقول الاشجار المثمره تبقى فيه جوره او دايره حوالين منها عشان نديها كفايتها من الميه. دي بتاخد ميه كفايه ازاي؟ فين؟ ما بتاخدش ميه كفايه، فطبيعي تسقط الثمار بالطريقه دي. عايز شجره قويه، اديلها التغذيه بتاعتها، عالجها كويس ما قبل التزهير وما بعد التزهير عشان ما تصابش بالامراض الفطريه والحشريه. اعمل لها جوره حوالين منها، يعني دايره كده حوالين منها، نديها فيها الميه كويس. ما نعتمدش على ميه النجيله او الرشاشات بتاعت النجيله خالص نهائي، ولا نعتمد على الخراطيم اللي بتبقى ورا يا جماعه الصغيره دي. الخراطيم دي خراطيم خضار، بتجيب 2 لتر في الساعه، يعني بتنزل عندي 2 لتر ميه كل ساعة، وده ما يكفيش أبدا شجرة زي دي. أنا لو أخضك وأقول لك إن الشجرة الجميلة دي عايزة كل يوم 30 لتر مية، هتقول لي معقولة؟ هقول لك طبعا طبعا. فطبيعي إن النبات يساقط الثمار، هيقعد يفرط لغاية ما تلاقي مفيش ولا حباية عليه، نتيجة كالاتي: قلة محتوى المية اللي النبات واخدها. خلاص أهو. يبقى قلة محتوى المية اللي النبات واخدها
عدم الوقاية من الأمراض الفطرية والحشرية، عدم التغذية بصورة صحيحة، كل ده يخلي النبات يفرط وينزل الثمار زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. وتحياتي لكم جميعا من مدينتي.